السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة. قصة حقيقية حصلت بالفعل، حصلت وسطنا عن ناس اتعمل لهم أعمال وأسحار سفلية دمرت حياتهم. قبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، متنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومرعب وغريب من تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا. نستعيذ بالله ونسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. معانا النهاردة 3 قصص. ال3 قصص دول حصلوا بالفعل لناس اتعمل لهم أسحار وأعمال سفلية أثرت على حياتهم دمرتها. ال3 قصص دول اتعملوا ل3 فتيات، 3 سيدات كانوا في بيوتهم، منهم عروسة جديدة كانت لسه بتبدأ حياتها. الشر ما سابهاش، الشر فضل وراها ودخل شقتها وعمل لها سحر. البنت كانت بتصرخ، والتانية الجن كان بيضربها وأثر الضرب كان بيبان على جسمها وسقطت الحمل كمان. والتالتة كانت بتجري تصرخ في الشارع من اللي شافته واتطلقت برضو. القصص دي كلها هتسمعوها في حلقة النهاردة. متنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وكملوا الفيديو للآخر. أول قصة معانا النهاردة هي قصة حصلت لسيدة مصرية، لبنت جميلة اتجوزت وبتبدأ حياتها، وبعد 2-3 حصل حمل، وكانت فرحانة وكانت عايشة أجمل قصة في حياتها مع حبيبها اللي كل الناس كانت بتشكر فيه وكل الناس كانت بتحسدها على الجوازة دي. البنت دي فجأة حصل مشاكل كتير بينها وبين جوزها. هي من عيلة كبيرة، من أسرة غنية، من ناس راقية ومتنورة، من عائلة كبيرة جدا ومستوى اجتماعي لايق جدا، يعني بالعربي كده يقولوا ما يعرفوش الأعمال ولا الحاجات دي. لأ، البنت دي بقت بيحصل لها حاجات غريبة. البنت فجأة جوزها يقول لها أنا مش طايقك، امشي بعيد عني، انت ريحتك وحشة، أنا شايفك قردة، انا شايفك حيوانة. كان بينفر منها ويسيبها ويمشي، ما كانش بيطقها، وكان كمان بيضربها. يعني لو جت تكلمه كان يضربها ويمد ايده عليها، مع ان ده مش طبعه ودي مش صفاته خالص، زي ما يكون بيتحول واحد تاني لما بيشوفها. وهي كمان بدأت تشوفه في نفس الوضع، بدأت تشوفه قرد. لما كان بيقرب منها كانت بتشوف ملامحه دي قرد. بتقول وشه بيتحول قدامي، ملامحه بتتغير لدرجة ان هي كانت بتصرخ وتجري زي المجنونة من الرعب اللي بتشوفه في وشه وفي ملامحه. حياتهم اتدمرت. البنت دي اهلها اخدوها تقعد عندهم في البيت عشان اعصابها تهدى، وهي كمان كانت حامل. لكن البنت كانت بتصرخ وهي قاعدة في اوضتها، كانت بتصرخ، كانت تيجي تقرأ القرآن، مع ان هي كانت على قدر كبير من الإيمان ومن التقوى وما بتقطعش الصلاة والذكر، والقرآن كان دايما في لسانها. لكن فجأة كده وبدون أي سبب البنت دي قعدت اتسمرت في السرير زي ما بيقولوا، مش بتتحرك، مش بتتكلم، مش بتاكل ولا تشرب لمدة 15 يوم، لدرجة انهم هي كانت عايشة على المحاليل. وللأسف الحمل بتاعها أجهض، البنت حملها أجهض، فأخدوها يخرجوها. طبعا كل الفترة دي كانت بعيدة عن جوزها، أخدوها يخرجوها. طبعا كانوا بيجيبوا لها شيوخ بعد ما عرضوها على الدكاترة، سواء بقى يشوفوا مرض عضوي سواء يشوفوا مرض نفسي، مفيش حاجة جابت معاها أي نتيجة. أخدوها وودوها للشيوخ، برضو مفيش حاجة جابت معاها نتيجة، لغاية ما هي في مرة قاعدة في كافيه مع ناس قرايبها وصحابها، كانوا بيخرجوها يعني عشان يهونوا عليها من اللي هي فيه، وان هي كمان كانت يعني كانت حالتها صعبة جدا، ويعني كل حياتها اتدمرت، وجوزها كان بعيد عنها الفترة دي لان هو ما كانش طايقها خالص. البنت دي حصل لها زي تشنج وهي قاعدة في الكافيه، ويعني الحاجة حصلت قدام كل الناس، محدش كان قادر يسيطر عليها ولا حد كان عارف يعمل لها حاجة، لغاية ما هديت وسكتت من نفسها. ففي واحد كان قاعد راح قال لهم يا جماعة، بنتكم دي من أول ما أنا شفتها وأنا عارف إن في حاجة معمولة لها، بنتكم دي معمول لها عمل سحر أسود صعب جدا إن هو يتفك، وانا شفت اللي جاي معاها وملازمها، ادوني عنوانكم وانا هاجي معاكم وباذن الله هساعدها. وفعلا
ادوله العنوان واستعدوا، كان معاه حد تاني وراحوا البيت وقعدوا يقرأوا عليها. ويعني كان يوم صعب جدا على كل الحضور، لان هم شافوا حاجات رهيبة. بس الشيخ قال لهم الحاجات دي اسرار ما تطلعش بره، والكلام اللي اتقال واللي انتوا سمعتوه هنا ما يخرجش بره. الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر اقولها لكم ان اللي عامل لها العمل والسحر ده من دمها. مرضاش يقول اكتر من كده. من دمها يعني مين؟ يعني مثلا اخوها او اختها، بنت عمها مثلا، الله اعلم. بس هو حد من الدم هو اللي عمل لها السحر ده. الحد ده هو اللي كان مسلط عليها جن يضربها ويأذيها، يشوه جسمها، يخليها تكون قردة قدام جوزها، ويخلي جوزها يكون وحش مفترس قدامها ومعاها. بعد الشيخ ده ما جه وبعد الرقية، البنت بدأت تفوق وتستعيد وعيها، وفعلا بدأت تاكل، بدأت تفوق من اللي هي فيه، بدأت تصلي، بدأت تقرأ قرآن. ورجعت بيت جوزها، وجوزها كان مرحب بها جدا، لأن العمل اللي كان معمول ده كان إن جوزها يكرهها وهي تكره جوزها، يعني تفرقة ما بينهم. وفعلا البنت رجعت شقتها تاني. لكن كان بعد اللي حصل بينها وبين جوزها كان مستحيل من وجهة نظرها. هي جوزها كان عايزها ترجع ويعيشوا مع بعض ويبدأوا مع بعض صفحة جديدة، لكن البنت من اللي هي شافته ومن التجربة القاسية اللي هي عاشتها واللي مرت بيها كانت رافضة ان هي تكمل في الجواز. وقالت لأ، انا ما كنتش قادرة. انا دايما وانا في الشقة ولما رحتها وكل ما ابص لجوزي ما بقدرش انسى شكله وملامحه، ما بقدرش انسى لما كان بيضربني، وما بقدرش انسى اللي كان بيضربني وهو مش موجود. وللأسف تم الطلاق. البنت دي بتقول انا من بعدها حياتي اتغيرت، بقيت اشوف حاجات بتحصل قبل ما بتحصل، وبقت بتحس بحاجات بدرجة عالية جدا. بتقول انا خرجت من التجربة دي مش انا، واللي عمل فيها كده من لحمها ودمها. تاني قصة معانا النهاردة ما تقلش رعب ابدا عن القصة الاولى اللي حكيناها. القصة دي من الجيران بقى. الجار قبل الدار، الجار اللي النبي وصى عليه هو اللي عمل العمل هنا. هو اللي عمل العمل لست محترمة متجوزة ومخلفة وعندها أولاد في أعمار سنية مختلفة، وعايشة مع جوزها في منتهى الأمان والسلام والحب. تيجي واحدة جارتهم تبص لهم زي ما بنقول بعين رضية، بعين كلها شر وأسى وحسد وحقد، وتروح تعمل لها عمل إن جوزها يكرهها ويطلقها وإن هي اللي تتجوزه. وفعلا راحت لشيخ ودفعت له مبالغ كبيرة. هي مش كانت محتاجة فلوس، هي كانت بس محتاجة الراجل ده، عايزة جوز جارتها وخلاص، مقابل أي حاجة بقى. الشيخ عمل لها العمل، وفعلا راحت رشته قدام بيت جارتها ودخلته جوه الشقة بطريقة معينة. ما هي جارة بقى، والجار قبل الدار، والجار بيكون أقرب من الأهل كمان أحيانا. وفعلا دخلت وعملت العمل ودخلت السحر. وفجأة الست دي كانت بتجري في الشارع تصرخ وتشد شعرها. الست دي جوزها طلقها كده بدون أي سبب، فحالتها زادت أكتر وأكتر، وخلاص بقت يعني لدرجة إن هي بقت في الشارع على طول، بقت زي المجانين والمجاذيب اللي بيمشوا في الشارع. وفي نفس الوقت جارها ده قرب لها جدا وأعجب بيها وعرض عليها الجواز، وهي طبعا ما صدقت اتجوزت. والمسكينة مراته الأولانية كانت ماشية بتلف في الشوارع من اللي فيها واللي تمكن منها واللي سيطر عليها. لكن ربنا كبير، واللي محدش بيقدر عليه ربنا موجود وهو اللي بيقدر عليه. الست المسكينة اللي اتجننت دي واللي حياتها اتدمرت واللي بعدت عن جوزها وعن أولادها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جاب حقها لغاية عندها. لأن الجارة المؤذية دي فجأة كده وهي قاعدة تلاقت جوزها داخل عليها وبيقول لها انت طالق، امشي من هنا، انا مش عايزك ولا طايق شكلك، امشي من هنا يلا. وفعلا
طلقها وراح جاب مراته اللي مرمية في الشارع وعرضها على دكاترة وبدأ يعالج فيها، وفجأة فاق من الغفلة اللي كان فيها. الست هنا اتجننت، ازاي ده؟ وفعلا راحت للشيخ اللي كان عامل لها العمل، قالت له الحق جوزي طلقني، جوزي رماني، وبدأ يرجع مراته الأولانية وبدأت حياته ترجع زي الأول. ايه اللي حصل؟ جه الشيخ قعد يعمل حاجات كده وقال لها بصي، انا ماليش دخل في ده خالص، العمل اللي انا كنت عامله لجارتك دي واتفك من عند ربنا، يعني ربنا هو اللي حل وهو اللي هو اللي حل المشكلة وهو اللي حل العقدة، وانا مش هقدر اتدخل خالص، دي قدرة ربنا هي اللي اتدخلت وحلت المشكلة بتاعة الجارة دي ورجعت لها جوزها وبيتها وأولادها. أنا مش هتدخل ولا ليا دعوة بالموضوع ده تاني. طبعا البنت هنا الست دي اتجننت، ازاي ده انا عامله عمل وصارفه ومكلفه، وبدأت تروح لجوزها ده بعد ما طلقها تبعت له وتعيط له، يقول لها انا مش عارف انا كنت متجوزك ازاي، انا مش عارف انا ازاي عملت كده في مراتي وفي عيالي واتجوزت واحده زيك. عشان ربنا سبحانه وتعالى يقف جنب المظلومة ويجيب لها حقها من اللي ظلمتها وافترت عليها وعملت لها السحر والعمل الأسود ده. تالت قصة معانا النهاردة، والقصة دي أنا شفت أحداثها تقريبا بعيني. دي القصة دي لبنت في الألياف، بنت جميلة جدا، جميلة جدا لدرجة يعني ما تتوصفش، اللي هي يعني نص شباب القرية كان بتقدم لها، وتلات ارباع البنات كانوا بيغيروا منها. البنت دي اتخطبت وعريسها كان مسافر، وكانت الدنيا كلها تمام، وكانت عروسة جميلة، وكان هو فرحان بيها وهي برضو كانت فرحانة بيه، وهما الاتنين كانوا لايقين على بعض جدا. ولبست الشبكة وهو سافر لان هو كان بيشتغل برا، وحددوا ميعاد الفرح ونزل. عشان قبل كتب الكتاب بحوالي 3 ايام البنت دي فجأة تصرخ ويغمى عليها، يجيبوا لها الدكتور يفوقها، البنت ما بتفوقش. الدكتور حاول معاها محاولات كتير ما فاقتش، فجت واحدة كده راحت قعدت تقرا على راسها قرآن، البنت فاقت وصرخت. عرفوا من هنا ان البنت دي مش مغمى عليها، البنت دي ممسوسة. بدأت الحالة دي تحصل للبنت أكتر من مرة، البنت فجأة تكون قاعدة تصرخ وتتنفض ويغمى عليها، فلدرجة ان هم جابوا لها شيخ، يعني شيوخ كتير، بس في شيخ هو اللي عارف حالتها. الشيخ ده جاب حاجة، طبعا احنا مش بننصح ان اي حد يعمل الحاجات دي ولا يقول عليها، بس هو يعني ولا يجربها حتى بالتفكير كده. الشيخ ده جاب حاجة معاه كده زي الإبرة او زي الحقنة، حاجة مدببة كده، وعند الصابع الصغير بتاع البنت دي شكها كده شكة صغيرة. البنت صابعها الشكة دي بدأت تخرج دم اسود، هو سائل اسود، مش عارفين ده دم ولا ايه، بس حاجة سودة، يعني زي ما بيقولوا عندنا سودة بلك خرجت من رجلها. ايه ده؟ قال لهم ده العمل والسحر اللي معمول لبنتكو واللي بنتكو شربته، عشان البنت بعد الجملة دي تبدأ ترجع نفس السائل الاسود ده. طيب القصة توقفت هنا؟ لا، البنت دي اللي عمل لها العمل ده عمل لها عمل وشرباه، وكمان دفنها عمل في قبر. البنت دي معمول لها سحر اسود في قبر. طبعا ده كان صعب جدا على الشيخ، هو عارف اللي كانت هي شرباه، لكن اللي في القبر ده معرفش، وهو بدأ يحصنها ويقول لها على آيات القرآن ومشروبات وحاجات معينة تعملها عشان يوم الحنة وهم عاملين لها الحنة وهي قاعدة عروسة زي القمر على الكوشة تصرخ وتتنفض وتقع من على الكوشة على الأرض في وسط الناس وفي وسط المعازيم. والناس بدل ما كانت بتسقف وبتزغرط، الناس بدأت تصرخ من منظر البنت وشكلها. البنت كانت قاعدة على الكوشة وهي بعد ما حصل لها الحالة دي كانت شبه، يقول والعياذ بالله، كانت شبه الجنية. بيقولوا شكلها كان مرعب، يعني شكلها كان مرعب لدرجة رهيبة، زي ما يكون ما كانتش هي.
وكان طبعا يعني الحنة كان تاني يوم الفرح، هنأجل الفرح وكل حاجة كانت معمولة. قالوا خلاص احنا بالراحة كده وهنخلي الفرح المدة بتاعته بسيطة، هنكلم القاعة ان الفرح يكون نص ساعة بس عشان يخلصوا الليلة على خير، عشان فعلا الفرح. وطبعا كانوا كله مشغل قرآن وكله بيستعيذ بالله، وكل الناس على قد ما بتقدر كانت حاطة ايديها على قلبها. والليلة دي عدت بخير، والبنت قعدت يومين 3 في شقتها كويسة وما فيش اي حاجة. عشان بعد كده البنت فجأة تصرخ وتجري، والناس تتلم على صريخها: في ايه يا بنتي، في ايه؟ تقول لهم: في قطة سودا، في قطة سودا بتظهر لي في الشقة، في قطة سودا انا بشوفها، في قطة سودا بتيجي تقف قصادي. جوزها معاها في الشقة لان هو عريس ما بيخرجش ولا بيروح ولا بيجي، قاعد معاها ونازل اجازة صغيرة يدوب شهر ونص يقضيهم مع عروسته ويمشي. قال لها: انا معاكي، انا ما شفتش قطة. قالت له: لا والله بشوفها، انت كل ما تسيبني وتروح اي مكان انا بشوف القطة دي وبتظهر لي. طبعا الناس هنا شكت، قالت: طالما قطة وهو بس اللي بيشوفها يبقى دي مش قطة، دي حاجة تانية. وفعلا جابوا الشيخ، والشيخ قعد يقرأ والشيخ قعد يعمل ومفيش فايدة. البنت دي بقت بين كل فترة وفترة يجيلها الصرع اللي بيجيلها ده، وتصرخ وتطلع تجري وتجري في الشارع بملابس البيت وتضرب عريسها، لغاية ما يعني عدى الشهر ونص ده. وعريسها طبعا سافر زعلان وفي نكد رهيب في العيلة، وقالوا يعني هو يسافر وياخد اجازة تانية من الشغل ويرجع تاني، لان هو الراجل يعتبر ما اتجوزش ولا قضى مع عروسته يوم واحد حلو. عشان العريس يسافر من هنا، طبعا الفترة اللي هو سافرها هي راحت قعدت عند مامتها، وطول ما هي كانت عند مامتها كانت مرتاحة. وفي الوقت ده كله طبعا مامة العريس بتبخر الشقة وبيرشوا فيها آيات قرآنية وبيرشوا فيها ملح وكل حاجة. ولما جه جوزها اخد اجازة ونزل، هي راحت طبعا يوضبوا الشقة بتاعتهم وتستعد عشان تستقبل جوزها، عشان جوزها بمجرد ما يدخل من هنا الدنيا تقيد نار من هنا، مشاكل وزعيق وضرب وشكل. وما كملش اسبوع غير والبنت دي متطلقة واهلها اخدين حاجتها وماشيين من الشقة. وانتهت جوازة البنت دي على كده. البنت الجميلة، العروسة اللي ما فرحتش يوم واحد في شقتها بسبب حقد وحسد وغل حد منها. القصة دي حقيقية، ال3 قصص دول حقيقيين وحصلوا بالفعل. السحر والحسد اللي احنا بنشوفه حوالينا حقيقي. الحسد والحقد اللي في القلوب ممكن يخلوا الناس يعملوا اي حاجة، ممكن يخلي حبيبك يدخل بيتك ويأذيك عشان هو بس مبسوط ان انت نجحت او ربنا حقق لك حاجة او اترفعت درجة. مش كل الناس بتفرح من قلوبها، مش كل الناس بتفرح لك بجد. القصص دي حقيقية. حصن يومك، حصن نفسك بالأذكار وبالصلاة وبسورة البقرة يوميا، كنز جميل جدا بسورة ياسين. ما تنساش أذكارك. إن شاء الله الفيديو الجاي أنا هعمله لكم عن الحسد. الحسد يا جماعة أمر من السحر وأصعب من السحر. أنا هحكي لكم عن مواقف حسد أصحابها في دقيقة ماتوا. العين حق، العين دي فيها كمية شر الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال عليه. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.